فترة من الزمن كان العرب والمسلمين متفرقين، وطبعا كعادة أي شيء لازم يظهر حد يستغل الفرقة دي، وللأسف اللي ظهر في الوقت ده كان الصليبيين، واللي قدروا يحققوا أطماعهم وطموحاتهم في إن هم يسيطروا على ثروات الشرق. لكن دايما لازم تلاقي وسط الضلمة نور، ونور الفترة دي كان صلاح الدين الأيوبي. حضر كوباية الشاي وتعالى معايا في شخصية وحكاية. اتولد صلاح الدين سنة 1137 ميلاديا في تكريت في العراق، لكن عاش وكبر في الشام في المعسكرات. كبر واتربى بين السيوف والكتب، فعلى قدر ما كان بيحب العلم كان برضه بيحب الحرب، يعني الاتنين كانوا متوازنين عنده. حب صلاح الدين لفنون الحرب والقتال، وكمان شغفه في ان هو يبقى متعلم وعنده علم كبير، ده خلاه شخصية مميزة جدا. واول ما مسك حكم مصر بدأ في ترتيب اموره عشان يحقق حلمه هو ونور الدين محمود في السيطرة وتوحيد الجبهة وطرد الصليبيين من بيت المقدس. وبالفعل تيجي سنة 1187 ميلاديا واللي صلاح الدين عمل فيها المعركة اللي سجلت اسمه في التاريخ، وهي معركة حطين. ومش بس يهزم الصليبيين في المعركة دي، ده يقضي عليهم تماما. لكن اللي يخليك تحترم صلاح الدين وتقدره مش كونه شخصية محاربة قدرت انها تاخد بيت المقدس من الصليبيين بعد 88 سنة، ولا ان كونه اصلا انتصر على الصليبيين الجيش اللي كان صعب الهزيمة في الوقت ده، ولكن اللي يخليك تحترمه هو طريقة تعامله مع اهل بيت المقدس بعد ما فتحها. اتعامل ازاي مع المسيحيين اللي في بيت المقدس؟ يعني ولا قتلهم ولا خد فلوسهم ولا اي حاجة، بل بالعكس سمح لهم بالرحيل في سلام. ده كمان سمح لبعض جنود الصليبيين ان هم يسلموا اسلحتهم ويمشوا في سلام. فصلاح الدين اتعامل مع الصليبيين او مع المسيحيين في الوقت ده معاملة عكس اللي عملها الصليبيين في البلاد المسلمة اللي هم فتحوها. ووقف وقال كلمته الشهيرة: لا اقتل من لا يقاتلني. عشان سنة 1193 ميلاديا يتوفى صلاح الدين بعد مرضه الشديد جدا اللي كان في فراشه، وتنتهي أعظم شخصية في التاريخ اللي لسه سيرتها الذاتية لحد دلوقتي بتهز العالم كله.